السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، الله يتقبل الطاعة. طبعا الفرخات راح يروحن لأحد اخواننا المتابعين. اليوم راسلته وراح يجي ان شاء الله ياخذهن يخرجهن يمه، لان صراحة ما عندي مجال للتخريج. بوع اللون يعني مالتهن يعني شي حلو، يعني لونهن حلو، يعني مو ذاك اللون اللي مو حلو او فد شيء. ما عندي مجال لهن صراحة، فراح يخرجهن يمه ويتوفق بهن ان شاء الله. يا الله، رجعنا وياكم شباب. شباب، طبعا نسولف وياكم موضوع ليش احنا نحب الطير العراقي واحنا ما تطورنا. حسب رأي جناية التيدي يقولون انه انتم جناية الطير العراقي ما تتطورون وما تحبون التطور، يعني تبقون على حطتكم وكل شيء ما راح تسوون وما راح تحققون اي انجاز. زين، خلي نبدي ونسولف بهذا الموضوع. اخوان، مثل ما تعرفون هذا الطير العراقي احنا ليش نصيح له طير عراقي؟ اصلا هو طير باكستاني. هذا الطير صار منذ سنوات طويله، هو اصلا باكستاني. احنا مرات الاخوه يقولون شنو تقول الباكستاني العراقي؟ اخوان، الباكستاني العراقي هذا الباكستاني اللي كان ما بعد 2003، يعني كان الطير عندنا ما مستورد اصلا، الطير عندنا من زمان قديم. اما الطير اللي نصيح له مستورد اللي هو التيدي اللي دخل لنا بالسنوات اللي هاي راحت، يعني دخل لنا هذا الطير. فنصيح مرات المستورد ونصيح الطير العراقي الباكستاني العراقي. هذا الفرق، انه هذا الطير مالتنا طير عندنا قديم وانتج عندنا بهاي السنوات الطويله. نرجع لموضوعنا شباب. موضوعنا احنا ما تطورنا فعلا، يعني احنا فعلا جناية الطير العراقي فعلا على حطتنا بقينا؟ لا، الطير العراقي تطور عندنا، اتطور، والجناية تطوروا، نعم تطوروا. شلون راح تقول له تطوروا؟ الطير التيدي جاي يطير نهار وبنسبة ضياع، الطير العراقي جاي يطير نهار واضعاف النهار ما بنسبة ضياع. خير من الله، الله شاهد. انتم جاي تشوفون الحمام مالتنا عندي نسبة الرجوع 99%. يعني هذا الموسم كل الحمام مالتي بيت، كل الحمام مالتي بيت على انطلاقه، ما عدا الغرابي الاب يمكن ما طارع، يعني مو ما طارع، وصل لان طير خبرة كبير ويعرف الليل يوصل حد الغروب وينزل، وهو طير كان قاعد 3 سنوات صار له قاعد. الوحيد هو كل الحمام مالتي بيت وكله رجع. دخلي بيت طير تيدي، احنا ما عندنا مشكله يا طير التيدي، بي حمام اصول طيبه، بس اشكالنا على انه الجناي يقولون انتم ما تطورتوا. احنا جاي نعطي المقارنات هسه شباب، يعني نعطي من شلون الطير العراقي وشلون الطير. المشكله انه اللي تواجهنا بالطير العراقي نحكي اللي إلنا واللي علينا. المزاجيه، مزاجية الطير العراقي يمكن انت ما تعرف ايش وقت يطير، بس اتطورت عندنا هاي الشغلة واتطوروا الجناية وقاموا يعرفون الوقت اللي يطيرون بيه الطير، الوقت اللي يؤدي طيرهم بيه. وكذلك عندنا حمام عراقي نسبة المزاجية مالته كلش قليلة، قدرنا نتخلص من المزاجية بهواي امور. هاي احد النقاط اللي يواجهنا، يعني صعبة عندنا او نواجه صعوبة بيها، قدرنا نتخطاها. يعني احنا ما نتوقع الطير العراقي شو وقت يطير، صح ممكن عندنا هاي المزاجية بالطير العراقي، بس الجناية تطورت. واذا نستخدم علاجات ومحفزات للطيران كما يستخدمون الأخوة جناية المستورد، راح يبدع الطير العراقي. الله شاهد علي، هذا الموسم ما استخدمت لا محفزات طيران، بس أكل ومي. والكل يعرف بين كل أسبوع مرة أو أسبوعين مرة أنطي مجموعة فيتامينات هي اللي هي أصلا تأثر على الطيران. كل ما أعطيها جناح الحمام يخدر ما يطير، حتى لا يقولون انطى مثل ما يقول محفزات طيران وخلى الطير يطير اكثر. نعم اكو محفزات طيران عند البيطرة، ممكن يعطونك، ممكن يخلون الطير يطير اكثر وعنده طاقة اكثر. شلون البشر هسه يستخدم مشروب الطاقة، ممكن بعنده اعمال او للسهر او كذا امور، كذلك للطير موجودة.
محفزات طيران، يقدر الطير العراقي يؤدي أداء صحيح. وعندك الجناية تطوروا وفكرهم تطور، خصوصا جناية الطير العراقي، واحنا جاي نطوره، ما جاي نوقف على فد شيء محدد وواقفين، لا بالعكس. اليوم احنا قل عندنا نسبة المزاجية بشكل رهيب، والحمد لله والشكر نقدر نقول قلت نسبة المزاجية بنسبة 50%. يعني احنا احد الاخوة خابرته وصار بيننا اتصال، طبعا هو جناي مستورد، وما نقدر نقول جناي مستورد، بينما نقدر نقول تاجر للحمام المستورد، يعني تاجر مع الحمام المستورد. ما يوم شفنا يعني طير، انا حاكيته يعني قال هو الطير حتى الاحمر تقدر تدقه فصل 4 ساعات. يعني هيك نظريتهم للطير العراقي، انه هذا الطير ما يطير الا ماكو هيك مصطلح، انا ضحكت صراحه. فجناية المستورد هيك نظرتهم ان الطير العراقي ما يطير. فهذا الامور اللي وضحت. عندنا جناية ابطال، وعندنا حاليا بالكوت شخص جناي للحمام الهندي، وكذلك مثل ما يقول عنده رسين من الحمام الهندي. هو حمام هندي وجاي يطير نهار، جاي التقيت بي انا هذا الشخص ويطير حمام هندي نهار، جناي بطل ومعروف. وعندنا ببغداد وعندنا بهواي محافظات جناي طير عراقي، جناي طير عراقي. فيا اخوان مو كل طير نقدر نقول مثل ما بالتيدي اكو حمام ما يطير، مثل ما بالعراق اكو حمام ما يطير، ومثل ما اكو حمام يطير بالتيدي اكو بالعراق حمام يطير. احنا نادرا نشوف، يعني يجوز 1 أو 2 يربون مستورد ويربون عراقي سوا، نادرا نشوف، لان دائما تصير اكو خلافات. يعني ابو المستورد ما يتقبل العراق، وبالعراق انا بالعكس انا ما عندي اشكال على هذا الاساس شباب. طبعا هذا موضوع اليوم عن الحمام العراقي وعن نظرية جناية التيدي. على هذا الاساس ربي يحفظكم. طبعا لقيت لي فرخة باكستانية داخلة من المشبك عندي عريض بالمال طيور، خلي اشوفكم اياها قبل لا ان هذا نسد الفيديو. هاي الفرخة اللي بيها قصد انا من شوفتكم اياها. هاي الطيرة اللي تطلع عليه، هاي الطيرة يجي ياخذها. طيرة صغيرة وفرخون من الصبح هي موجودة، ودخلت من المشبك. انا ما خليتها تدخل امانة الله، بس دخلت من المشبك. هاي نقشتها وهاي طرزتها، اعتقد تطلع هيجي باذنجانية او هيجي. فاللي يشوفها وراعيها فقط بيها نيشان بسيط، واحد يقول لي اياه ويجي ياخذها وانا بخدمته.